ليه مصر أم الدنيا؟ سؤال بيتهيألي كل الناس بتدور عليه وعايزة تعرفه، لأن اشمعنى بالذات مصر هي أم الدنيا؟ لكن أحب أعرفك يا صديقي إن مصر أم الدنيا مش مجرد اسم بس، لأ ده تاريخ، وتاريخ عظيم كمان. ففي الفيديو ده هنعرف مع بعض ليه مصر أم الدنيا. فلو أول مرة تشوفني وحابب تعرف إيه نوع المحتوى اللي أنا بقدمه، فأنا محمود سامي بقدم محتوى معلومات عامة وقصص. فلو حابب النوع ده من الفيديوهات وحابب تستفيد، فيا ريت تشرفني باشتراكك في القناة وتدوس لايك للفيديو. ولو بتشوف الفيديو ده من على الفيس يا ريت تتابعني. ويلا بينا صديقي نعرف ليه مصر أم الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك يا صديقي الغالي. خلينا في البداية ناخد حسنتين مع بعض ونصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. جملة بتتقال على لساننا احنا كمصريين ان مصر ام الدنيا، وده بسبب ان مصر مهد الحضارات، وغير كمان ان مصر هي الدولة الوحيدة في العالم ان اي علم واي اختراع واي كتاب متألف او اي شيء في الكوكب كله بيكون بدايته تحت مسمى مصر. يعني على سبيل المثال مصر هي اول من اخترع الطب والدواء، وده طبعا من ايام الفراعنه، وهي من اول من ابدع في التقويم الميلادي، وهي من اول من اخترع الورق، وهي من اول الناس اللي اخترعت الهندسه وفنون الهندسه، وطبعا قطع الاحجار وغيره. يا صديقي لو فضلنا نقول على الحاجات اللي مصر عملتها او تحت مسمى مصر عايزين كم من الفيديوهات عشان نعرفها لكم. ويجي واحد جاهل ويقول لك هي مصر عملت ايه؟ ده يا دوب خرمت الابره بالعافيه. هو معذور برضه لانه جاهل في تاريخ مصر ومش فاهم ان مصر هي اعظم بلد في العالم كله، لان مصر ام الدنيا وعمت العالم كله. فالعلماء لما سالوا ابن كثير وقالوا له هي ليه مصر ام الدنيا، فرد عليهم وقال لهم اتسمت مصر ام الدنيا لسبب واحد، وهو نسبه للسيده هاجر ام سيدنا اسماعيل ابو العرب. بالمناسبه صح، سيدنا اسماعيل هو اول واحد اتكلم اللغه العربيه الفصحى. فنرجع لموضوعنا. فالعلماء اختلفوا معاه وقالوا له لا، سميت مصر بأم الدنيا لسببين وليس سبب واحد. فالسبب الأولاني اللي هو ابن كثير ذكره اللي هو نسبة للسيدة هاجر، والسبب الثاني اللي هو على أيام سيدنا يوسف عليه السلام والسبع سنين العجاف. بيقول لك إن ساعتها مصر أطعمت العالم كله، ومن ساعتها مصر سميت بأم الدنيا. لكن في أسباب تانية يا صديقي وبتدل على إن مصر أم الدنيا. عايز بلد ربنا عز وجل ذكرها في القرآن وما تكونش أم الدنيا؟ ده غير إن هي البلد الوحيدة اللي اسمها ما اتغيرش على مدار السنين، فمش عايزة تتسمى أم الدنيا. وغير كمان إن مشى فيها الخليل سيدنا إبراهيم وتزوج من ستنا هاجر وأنجب منها سيدنا إسماعيل أبو العرب، وغير إن اتربى فيها سيدنا يوسف عليه السلام، ومش عايزة تكون أم الدنيا. ده غير يا صديقي إن ربنا عز وجل بنفسه حميها، فمش عايزة تتسمى أم الدنيا. لما سيدنا نوح صنع السفينة وجت طوفان كان بيمر على كل بلد وبيدعي لها ما عدا مصر، فسأله ابنه وقال له اشمعنى مصر؟ رد عليه وقال له ربنا عز وجل بنفسه هو اللي حميها، يعني مش محتاجة دعوة، ده المولى عز وجل بنفسه هو اللي حميها. فمش عايزة تتسمى أم الدنيا. صديقي بلد كان فيها العائلة المقدسة السيدة مريم العذراء وسيدنا عيسى عليه السلام، فمش عايزة تتسمى أم الدنيا. صديقي عايزك تفتخر إنك مصري وموجود على أرض مصر، لأن مصر أم الدنيا وعمت العالم كله. فبس كده صديقي، اتمنى انك تشرفني باشتراكك في القناه وتدوس لايك للفيديو وتتابعني لو انت بتشوف الفيديو ده من على الفيس. وسلام.